الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وجعل الدنيا دار اختيار وابتلاء والآخرة دار جزاء وبقاء. مدير الفاضل، أساتذة الأعزاء، زملائي وزميلاتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ويسعدنا أن نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم عن الدنيا، هذه الدار الفانية التي نعيش فيها أياما معدودة ثم نرحل عنها إلى دار الخلود. وأجمل ما نبدأ به كلامنا هو القرآن الكريم ويتلوه علينا الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تبدأ كلامك بكلام الخالق وبعدها كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. والآن مع الحديث الشريف والطال. حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. المعنى: أي كن في الدنيا كأنك مسافر لا تتعلق بها كثيرا، فموطنك الحقيقي هو الآخرة. صدقت يا رسول الله، ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. خذ الحكمة من أفواه الحكماء لعلها تكون دواء لكل داء. فالآن مع الحكمة والطال. حكمة اليوم: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. معلومات تأتي من هنا وهناك. فالآن مع المعلومة والطال. هل تعلم أن الدنيا مهما كانت جميلة فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ هل تعلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه؟ هل تعلم أن الدنيا هي دار عمل وليست دار بقاء، وأن الإنسان يزرع ما يحصده في الآخرة؟ وشكرا. والآن مع كلمة الصباح والطال. الدنيا دار عمل لا جزاء، والآخرة دار جزاء لا عمل. الدنيا قصيرة مهما طالت وزائلة مهما زخرفت. قال بعد السلف: الدنيا 3 أيام، أمس ذهب ولن يعود، وغدا لا تدري هل تدركه، واليوم لك فاعمل فيه. ولنجعل من دنيتنا طريقا إلى الجنة لا إلى النار، ولنستغل أعمارنا في طاعة الله وبر الوالدين ومساعدة الآخرين. فالسعيد من جعل الدنيا مزرعة للآخرة فزرع فيها الخير فيحصد الصواب يوم الحساب. والآن نستمع إلى أجمل الأشعار. فالآن مع الشعر الطال. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية ما أمال تقويها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. وكما بدأنا إذاعتنا بالقرآن الكريم نختم به أيضا. فالآن مع القرآن الكريم والطال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. والآن بعد أن انتهت إذاعتنا نرجو أن تنال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله باسم كل شهيد سقط على أرض سيناء باسم قطرات العرق ودماء الشهداء نرفعك أيها العالم في السماء عليا مدويا في الفضاء. أخي الطالب أختي الطالبة حيوا معي هذا العالم ورددوا اسم الإله مستشهدين قائلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحت جمهورية مصر العربية تحت جمهورية مصر العربية تحت جمهورية مصر العربية.